ليله دخلتي، فداخله بقى عشان بغير هدومي بتاع، لقيت جوزي واقف لي كده بيقول لي لا انا هفضل معاكي لحد ما تغيري. قلت له لا انا هتكسف. قال لي لا بقول لك ايه، بلا كسوف بقى بلا وجع قلب، سيبك من الكلام ده، انا عايزه اتفرج عليكي وانت بتقلعي هدومك كلها خالص. فقلت له طيب بس على الاقل في النور. قال لي لا نور ايه، انا عايزه اشوف كل حاجه على الطبيعه ومن اول ليله كده والنور منور، وبعدين ايه المشكله يعني؟ قلت له لا مفيش مشكله بس انا هتكسف. قال لي لا لا لا، ما احنا لازم نشيل الكسوف ده حته حته، فعادي يعني خدي راحتك، انا قاعد كده وبصي عشان ما تحسيش بحاجه يعني، انا مش هبقى مركز قوي بس عايزه اتفرج عليكي يعني. فقلت له طيب ماشي. المهم ايه، ما رضيتش اكسفه وقلت يا بنت ايه انت يعني اتحركتي وهتتحرجي وبتاع، بس عادي يعني ما هم اكيد هيشوف بعد كده، ايه المشكله؟ المهم قلعت هدومي كلها، شلت الفستان كله، فلقيت ده طلع مره واحده فيا قال لي كنت خلاص قلعت كله ويعني جايبه اندرات والقميص النوم عشان البس، يعني كنت قدامه من غير حاجه خالص. فلقيته بيقول لي ايه ده، ده كبير قوي، انتي زي ما قلتليش ان هو كبير وبالحجم ده. فانا اتكسفت كده قلت له عادي يعني هو في مشكله؟ قال لي لا بس كان لازم اعرف، ازاي ما تقوليليش يعني؟ فقلت له عادي وانا المفروض ان انا اقول لك على الحاجات دي ازاي يعني؟ فطبعا احرجت واتكسفت ومبقتش عارفه ارد عليه هقول له ايه. فلقيته كده فضل يبص لي وراح سايب لي الاوضه وراح خارج. فانا ما عرفتش اتصرف، اللي هو انا كان المفروض اقول له؟ بس دي حاجه تحرج وحاجه تكسف، ازاي اقول له حاجه زي كده يعني؟ وبعدين الحاجات دي ما بتتقالش. فسكت. هو ايه فضل قاعد بره كده شويه، فانا مش عارفه هو يعني ده زعلان ولا فرحان يعني، ايه الرياكشن بتاعه، انا ما فهمتش برضو. المهم لقيته داخل لي تاني بعدها بشويه، وعادي جدا وما فتحش سيره الموضوع تاني وسكت يعني. فانا كنت طبعا لبست بقى هدومي كلها وكده وقاعده مستنيه، وكسفت طبعا اخرج اساله ولا اتكلم. فقلت ايه، انا مش هجيب سيره خالص لحد ما اشوف هو هيعمل ايه، والدخله دي هتتم ولا مش هتتم ولا ايه اللي لا هتخلص ازاي. المهم دخل ما اتكلمش في الموضوع تاني وعادي خالص. فقلت ايه خلاص عادي، ده هو بس اتفاجئ ولا حاجه. وفعلا يعني الموضوع تم والدنيا بقت كويسه وليله الدخله تمت وكنا مبسوطين وعادي مفيش مشكله. جينا بقى خلاص الليله ما هو ما اتكلمش بقى ولا فتح سيره حاجه. تاني يوم قعد معايا قال لي بس على فكره انت كان لازم تقولي لي. فانا قلت له يعني هي فين المشكله، مشكلتك ايه بالظبط؟ قال لي لا انا كنت حابب اعرف كل تفاصيل جسمك وكل حته فيكي عامله ازاي. فقلت له يعني الخطوبه ما فيش حد فيها بيتكلم عن تفاصيل جسمه وحياته فيها عامله ازاي ولا شكله عامل ايه؟ ما انت شايفني من بره فعادي يعني. هو انا كان المفروض اقول لك مثلا شعري طوله 20 سنتي، دراعي معرفش فيه ايه، عندي وحمه في الحته الفلانيه اقصر من الحته العلانيه؟ مفيش حد بيعمل الكلام ده. قال لي لا بس يعني اصل دي كانت حاجه مهمه جدا وكان لازم تقولي لي عليها. فقلت له طب خلاص ما ديك عرفتي، يعني في مشكله بالنسبه لك؟ قال لي ما اعرفش بقى ربنا يسهل. قلت له ما تعرفش ربنا يسهل؟ وسكت على كده. عدى اليوم واتعاملنا عادي عريس وعروسه عادي ومفيش مشكله والدنيا بيس. فضلنا على الوضع ده لمده اسبوع، بس اللي لاحظته في الاسبوع ده ان هو مش بيبص لي قوي، يعني اللي هو ايه بيتعامل عادي والدنيا كويسه ومش مش مركز قوي. لحد ما عدى اول اسبوعين وعادي عايشين عادي حياتنا كويسه مفيش مشكله. لقيته بقى بدا يتكلم يقول لي بصي بقى انا الوضع ده كده مش عاجبني، انت لازم تداري المنطقه دي كلها. قلت له اداريها ازاي؟ قال لي ايوه المنظر اللي في بطنك ده كله اوفر، ده كده كبير، شكله بالنسبه لي مقزز، انت لازم تداريه. فقلت له يعني اداريه ازاي؟ ده عيب خلقي وانا مولوده بيه، واللي يعني كان يعني هو زي ايه، زي ما تكون البطن متنيه كده. فقلت له انت واخد بالك يعني ان هو عامل ازاي؟ ما هو وبعدين انا كنت كل ما بكبر كان بيكبر بقى ايه المسافه بتكبر، العيب نفسه بيتمدد، فبقى واخد ايه جزء كده من البطن وزي ايه مش فاتحه، زي فاتحه بس متنيه كده شويه ومش كرش. هو يعني عيب خلقي في شكلي بس مش مقزز ومش مؤذي ولا اي حاجه عادي يعني. فطبعا هو عمال بقى الايام اللي فاتت كان لازم تقولي لي وكان لازم تعرفيني وازاي ما تقوليليش حاجه، وده كبير جدا ومش كبير جدا. قلت له
انا يعني ما كانش فيه مناسبه ان انا احكي لك حاجه زي كده. اقول لك ايه؟ اقول لك عندي عيب خلقي في بطني وشكله عامل حاجه، عامل زي حاجه ما جاش في بالي ان انا اعمل حاجه زي كده. فامسك لي فيها، قال لي بقول لك ايه، من هنا ورايح حاولي تداريه، انا مش عايزه اشوف المنظر ده قدامي، انا المنظر ده بشع بالنسبه لي. حطي بقى عليه بلاستر، حطي عليه حاجه، المهم لما تبقي معايا انا مش عايزه اشوف المنظر ده، تداريه باي حاجه. قلت له اداريه باي حاجه ازاي؟ افضل لابسه؟ طب خليني بهدومي. قال لي وانت كمان هتفضلي قاعده لي هتخليني بهدومك وانت معايا ازاي يعني؟ لا طبعا، انت المنطقه دي كلها بس اللي تداريها. وبقينا في خناق دايم بقى من يومها بسبب الموضوع ده، انه عمال شكله مقزز بالنسبه لي، شكله مقرف. انت منك اللي كان لازم تعرفيني، وانا كان ليا حريه الاختيار، ازاي يبقى عندك عيب زي ده وما تقوليليش؟ ازاي يبقى فيكي حاجه زي كده وما تعرفينيش؟ انا مش قادره ابص للمنظر ومش عارفه ايه. قلت له اعتبرني دلوقتي واحده والده وبطنها اتفتحت وخياطتها، ما هي يعني شبهها عادي. اعتبر ان انا واحده عملت عمليه الزايده ولا المراره ولا عملت حاجه وخيطت بطنها، عملت الفتاء وحصل لي اي حاجه، فين مشكلتك؟ لا ما هي دي مشكله. قبل الجواز غير بعد الجواز، انا متجوزك كده يبقى كان لازم تقولي لي. فقلت له طب اهو اللي حصل يعني هنعمل ايه يعني؟ اتصرفي انت، لازم كل ما تبقي معايا تداري المنطقه دي. وفعلا بقيت بعمل كده، بس انا نفسيا ما بقتش قادره، اللي هو ايه، وانا هفضل مخبي يعني. بقيت بلبس حاجه كده شبه الحزام بربطها على بطني واعمل لها فيونكه، اللي هو ايه، عشان انا ابقى مرتاحه انا نفسيا ومريحاه هو. بس مع الوقت برضو لازم يفتح كل شويه سيره الموضوع. قال لي بذمتك عمرك شفتي واحده تبقى عامله كده؟ بذمتك عمرك شفتي واحده تبقى نايمه مع جوزها وهي مداريه حته في جسمها؟ بذمتك. وترني وتعب اعصابي بطريقه رهيبه. في الاخر في اخر الخناقات بقى طبعا كل مره ما نبقى مع بعض يقعد يتخانق معايا بنفس القصه، لدرجه انه كان بيغضب بقى وما بياخدش حقه شرعي ولا بيديهوني، ونقعد نتخانق ونزعل لحد ما يقوموا تتقلب الليله وما يحصلش فيها اي حاجه بسبب الموضوع ده. وجاي في الاخر بقى بيشتكي لماما، ازاي تعملوا حاجه زي كده وازاي ما تقولوليش، وانا كان ليا حريه الاختيار. يعني انا لو طلقتها دلوقتي الناس هتقول عليها ايه وهي متجوزه ما بقالهاش كام شهر؟ انا بقيت مستغربه ومش عارفه اتعامل معاه ازاي، وطول الوقت بقيت حاسه ان انا عايشه معاه مهدده، ان هو في اي وقت هيبص لواحده تانية او هيتجوز واحده تانية او هيطلقني ويرميني، وانا ولا لي اي 30 لازمه بسبب حاجه عاديه جدا وممكن اي حد يتعرض لها، او حادثه ممكن اي حد تحصل له. طب يعني هو فرقت معاك قبل الجواز غير بعد الجواز؟ ما كان ممكن يحصل لي كده بعد الجواز، اعمل اي عمليه ولا اي حاجه ويحصل لي نفس المنظر ده بالظبط. فايه بقى، كان كبير ولا صغير، ولا كان لازم تقولي لي ولا ما كانش لازم تقولي لي؟ وجاي بيقول لنا انتوا كده خمتوني وخدعتوني وده غش. واللي عرفته من والدته بقى بعد كده ان هو لا، من حقه ان هو يرفع قضيه ان احنا غشيناه وخدعناه. ده مامته بتقول له كده، بتقول له انت ممكن ترفع قضيه عليها وما تاخدش حاجه من حاجتها ولا حق من حقوقها، لان هي كده غشتك وخدعتك. فانا مش عارفه واحد زي ده، طب انا اطلب انا الطلاق قبل ما هو يطلقني واخلص ويبقى جت من عندي انا، ولا اصبر عليه ولا اسكت، ولا الموضوع اللي انا فيه ده ليه حل؟ يمكن دايما بقول في معظم الحلقات، اللي عنده مشكله يا جماعه لازم يعترف بيها للتاني من قبل ما يتخطب حتى ولا يقرا فاتحه. يعني اللي شعرها بيقع، بص انا شعري بيقع، بصي انا دقني، انا من غير دقني دي شكلي عيل صغير، بص انا عندي الصباع ده الضفر ما بيطولش. حاجات هبله، حاجات هبله بس قولوها، عشان الجوازات دلوقتي بتتفركش على حاجات غريبه. الواحد انا مش فاهمه فيه ايه بصراحه. يعني انا نفسي اعرف وصلنا لقمه الهيافه، ويرجع يقول لك ايه، لا انت غشتيني وانت خدعتيني. فهخليكم صراحه واضحين من الاول، والله زي ما بقول لكم كده انتوا شايفين الموضوع هايف. انا بقول لك لو ضفرك ما بيطولش او عندك صباع اطول من صباع، قولي له بص انا صوابع رجلي لازم اوريها لك عشان بص عندي واحد اقصر من التاني، على حسن اصل ممكن يقززه نفسيا ويبقى شكله بالنسبه له وحش فيقول لك خليكي لابسه شراب. في ايه؟ واحده اتولدت بعيب خلقي ربنا يعافيها، ما مش حاجه بشعه. ما انا قادره دلوقتي اقول لك طب انت ما عملتيش عمليه تجميل ليه؟ بس انت تعمليها لنفسك، ده لو ينفع يعني، او هتتدارى او هتبقى شكلها كويس، فانت كنت عملتيها من قبل كده عشان انت حتى حالتك النفسيه. بس انا دلوقتي لو قلت لك اعملي عمليه التجميل دي عشان ترضيه، لا، ما هي ما اعرفش، انا خدت الموضوع عندي. فانت واقف على حاجه
وفي نفس الوقت الناس هتيجي تقول لك ايه، ما هي ممكن فعلا تبقى شكلها بالنسبه له مقزز، او ممكن تبقى اذيه نفسيا، فروحي اعملي عمليه تجميل وامرك الى الله وخلاص والدنيا تمشي. بس ده لو ينفع لها عمليه يعني. بس في الوضع الحالي ده اعتقد ان كل حاجه بقى بينفع لها. بس اللي من النوعيه دي وبالطريقه دي، وان هو يتنمر بالطريقه دي ويتخانق ويزعق عشان موضوع، كان ممكن لو فعلا متاذي نفسيا يقول لك ايه، طب ايه رايك يا حبيبتي عشان تبقي حلوه في عين نفسك، وعلشان الموضوع يبقى شكله الطف، ما تيجي نعمل لها عمليه تجميل بطريقه حلوه. لكن بطريقه التنمر والتهديد، وانتوا خشتوني وده غش وتدليس، انتوا خدعتوني والله لا ارفع عليكم قضيه وهطلقك ومش هتاخدي حاجه، بالطريقه دي، ده واحد مش باقي، ده واحد مش محترم، ده واحد مش متربي، ده ما عندوش اخلاق اصلا. لو باقي عليكي وبيحبك، طب انت يا حبيبتي ليه ما قلتليش؟ كنا عملنا عمليه تجميل مثلا ولا حاجه وكان عادي، كان ياخدك بالمسايسه كده. ده لو بيحبك وشريكي يعني. لكن واحد بالطريقه دي وبالهمجيه وبطريقه الكلام دي، يعني انا اقول لك ده ما يعني بيبان من طريقه الكلام والمعامله، بتبان ان هو لا، ما فيش حاجه هتعجبه، وبيبان انه ده العشره معاه هتبقى سيئه. لكن عشان اقول لك انت خدي طلاق، يعني قرار الطلاق انت حره فيه، بس انا شايفه ان ده بني ادم غير سوي، لان كان في طريقه الطف مليون مره من الطريقه دي الموضوع كان يتعالج بيه. فده رايي، معرفش بقى انتوا رايكم ايه، حاولوا تفيدوها في الكومنتات. خلصت حلقتي النهارده، يا رب الحلقه تكون عجبتكم، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. واللي عنده اي مشكله وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابه عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبه. باي باي.